هل تركيا تستحق ان الطالب يجيها دراسة او لا؟ التخصص اللي انا عايزه اللي هو برمجة، واتصدمت اول صدمة ان الدكتور بيبيع الملخصات والملزمات بتاعته بفلوس. عشان كده نصيحتي ليك لو انت طالب هنا في تركيا او انت هتيجي هنا في تركيا تدرس في تركيا، لو انت هتبدأ التخصص بتاعك، تاني حاجة طبعا وهو الاختبارات والامتحانات. فتخيل بقى الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه ده دلوقتي. السلام عليكم ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بفيديو جديد، والفيديو النهارده بعد غياب مده طويله جدا عن اليوتيوب، وده بسبب نزولي مصر ورجوعي تاني وبدينا اختبارات نصف العام اللي هي الميد ترم او الاراء صناف. وطبعا في الفيديو ده انا هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. الموضوع عن قصتي في الدراسه هنا في تركيا، وهل تركيا تستحق ان الطالب يجيها دراسه او لا. كنت عملت قبل كده فيديو 3 اجزاء عن تجربتي هنا في الحياه في تركيا بشكل عام، وكان الفيديوهين او ال3 فيديوهات اللي انا عملتهم دول كانوا طوال جدا. طبعا اتكلمت فيهم بالتفصيل الممل عن تجربتي هنا في الحياه في تركيا بشكل عام. في الفيديو ده انا هكلمكم فيه عن تجربتي انا في الدراسه هنا في تركيا، او طبعا تجربتي انا. لما اقول تجربتي انا فهي تجربتي انا الخاصه بيا، اللي منفرد بيها انا في الجامعه اللي انا درست فيها، وفي المدينه اللي انا عشت فيها، وفي المكان اللي انا اتعاملت فيه مع الناس اللي انا اتعاملت معاهم. طيب، هل تركيا تستحق انك تجيها دراسه او لا؟ السؤال ده سؤال مهم جدا جدا جدا، وطبعا الفيديو ده ان شاء الله هيكون ممتع ومفيد وهتستفيدوا ان شاء الله، وده اللي انا اتمناه طبعا من كل الفيديوهات اللي انا بعملها. عشان كده ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وحطوا لي لايك على الفيديو لو اعجبكم، وكمان حطوا لي في التعليقات ارائكم في الفيديوهات اللي احنا بنقدمها، وكمان الفيديوهات اللي انتوا عايزين تشوفوها من تركيا في الفتره اللي جايه. طيب، السؤال ده طبعا بيعتمد على حاجات كتير جدا 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 جدا. هل تركيا تستحق الدراسة او لا، وانك تسيب اهلك في مصر، وانك تتغرب، وانك تدفع مصاريف، وانك تدرس في جامعة تانية، وتدرس لغة جديدة، ومعرفش حاجات كتير جدا. هل ده كله، هل تركيا تستحقه او لا؟ بص، هو انا هحكي لك قصتي انا في الدراسه هنا، ان شاء الله قصتي تكون ممتعه بالنسبه لكم. يعني انا درست في الثانويه الازهريه في مصر، وكنت تخصص علمي، وكنت طالب الى حد ما مش متفوق احسن حاجه، لكن كنت بحب الفيزياء والرياضيات. عشان كده كنت عايز ادرس برمجه، وطبعا لقدر ما من عند الله عز وجل ما قدرتش اخش برمجه في مصر. فبسبب ذلك، اللي هو ده السبب الاهم اللي خلاني اسيب مصر وافكر اسافر بره، ان ادرس تخصصي اللي انا عايزه واللي انا حابه واللي انا بفكر فيه من زمان خالص خالص خالص. فعشان كده قلت خلاص انا هسافر بره مصر وهدرس التخصص ده بره مصر. اول حاجه عملتها طبعا ده بحثت وشفت وازاي اقدم وازاي اسافر والحاجات دي كلها، وقدمت مع نفسي وسافرت مع نفسي وبدات الدنيا كلها، ولحد ما جيت تركيا. طبعا عشان اتقبل وكده واخد تاشيره واجي تركيا، وبعدين افكر وابدا الدنيا تاني من جديد خالص، وادرس اللغه الاول، وبعد ده سنه اللغه اغير التخصص وحاجات زي كده. فكنت مقبول معهد سنتين عشان بس اجي تركيا بس مش اكتر. وجيت تركيا وكمان درست اللغه التركيه كام شهر كده، وجيت اقدم لنفسي بعدين على التخصص اللي انا عايزه اللي هو برمجه، واتصدمت اول صدمه، وهي ان عشان ادرس برمجه لازم مجموع يكون مش اقل من 97%. وده طبعا بسبب ان تخصص برمجه مختلف عن هندسه كمبيوتر. هندسه كمبيوتر بتختص بيه اللي هو الهاردوير، وبرمجه بتختص بالسوفت وير اللي هو يظلم هنا في تركيا. فانا كنت عايز اللي هو السوفت وير ده خاصه، فما كنتش عايز كمبيوتر. فهنا المنافسه شديده جدا على تخصص السوفت وير هنا في تركيا، وده بسبب ان عدد الجامعات اللي بتقدم التخصص ده جامعات قليله، وكمان التخصص هو نفسه مرغوب فيه. فعشان كده عدد طلاب كتير بيقدم، والطلاب دي معظمهم معاهم يوس وسات ومجاميع عاليه ومجاميع كويسه جدا، فبيكون ليهم هم الافضليه. فبالتالي انت لازم يكون مجموعك كويس عشان تقدر تدرس في تخصص زي ده. فمباشره غيرت تفكيري وقلت خلاص انا عايز حاجه فيها يكون كهرباء، عشان انا بحب الفيزياء الكهربائيه خاصه، لان احنا كان في ثالثه ثانوي الفيزياء عندنا كانت فيزياء كهربائيه وكده، فانا كنت بحبها جدا، والحمد لله كنت الى درجه ما كنت كويس فيها الى حد ما يعني وكده. قلت تمام مفيش مشكله. حطيت في الرغبات بتاعتي اول حاجه كمبيوتر، بعدين هندسه كهرباء والكترون. طبعا قدر الله برضو ما جاتش كمبيوتر، فقلت خلاص انا هخش كهرباء والكترون، وفعلا اتقبلت بعدين في جامعه بيلاجيك هندسه كهرباء والكترون. وبعد ما خلصت سنه لغه تركيه في مدينه اسمها غازي عنتب، وكان وقتها الدراسه طبعا اونلاين، فما
كانش فيه حضور كتير وما كانش فيه اهتمام بالدراسة شوية، لان الاونلاين صعب شويه وكده ان الواحد يقدر يتعلم فيه، لان كل حاجه الامتحانات كلها الواحد ممكن يغش فيها فيعديها بسهوله جدا. بعد ما اتقابلت في جامعه بيلاجيك هندسه كهرباء والكترون، جيت مدينه بيلاجيك على طول وقعدت في سكن طلابي. برضو في فيديو هعمله لكم عن السكنات هنا في تركيا ان شاء الله في فتره قريبه جدا، فعشان كده خليكم برضو مشتركين في القناه وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش اهم حاجه مشاركه الفيديو، لان مشاركه الفيديو بتفيد غيرك بيها وكمان بتفيدني انا بان الفيديو ينتشر والاستفاده بتتسع نطاقها اكتر. بعد ما جيت مدينة بيلاجيك هنا بدأت برضو من جديد سنة اللغة التركية. طبعا سنة اللغة التركية كان فيها صدمات برضو، والصدمات دي كلها أنا اتكلمت عنها في الفيديوهات بتاعت حياتي هنا في تركيا وما جيش تركيا، وأسباب وحاجات كتير جدا عن سلبيات وإيجابيات الدراسة أو الحياة بشكل عام هنا في تركيا في ال3 أجزاء اللي أنا عملتهم قبل كده. طيب جيت واتصدمت بحاجات كتير جدا هنا في سنة اللغة التركية. بعدين اتعلمت اللغة التركية برضو بالطريقة اللي انا اتعلمت بيها، وهي ان انا كنت بختلط بالاتراك اكتر فاتعلم من الاتراك نفسهم اكتر، وكنت اتكلم مع الاتراك اكتر وكده، فاتعلمت بالطريقة دي اللغة التركية. بعد ما خلصت اللغة التركية مباشرة دخلت التخصص برضو. التخصص ما كانش برضو افضل حاجة، لان يعني هو بص التخصص كويس، لكن غالبا او ما اعرفش انا هل هي الجامعة بتاعتنا احنا بس، هل هو نظام التعليم في تركيا بالشكل ده، هل معرفش اي حاجة عن المواضيع دي كلها. لكن المفاجأة بقى ان ما كانش فيه كتب هنا او نظام زي النظام اللي احنا متعودين عليه في مصر، وهو ان الدكتور مثلا، ده اللي انا اعرفه من صحابي، ان الدكتور بيكون ليه مثلا دفاتر وليه معرفش حاجات كده هو كاتبها وملخصات وملازم وحاجات كده، وانت بتروح تشتريها منه. فالشرح اللي هو بيشرحه الدكتور يعني بيكون اصلا ملخص في حاجات وكده، وانت بتروح تشتري الحاجات دي كلها وبعدين بتذاكر منها. هنا ما كانش عندنا الكلام ده خالص، هنا كان عندنا ان الدكتور بيجي بيشرح لك من مصادر عالمية، والمصادر العالمية دي مترجمة للغة التركية. فانت بتعمل ايه؟ انت بتروح المكتبة بتاعت الجامعة وبتدور على المصادر دي المترجمة للغة التركية وبتدرس منها. لكن طبعا الدكتور بيكون اصلا هو شاف المصادر دي ولخصها، فبالتالي انت هتذاكر من المصادر دي هيكون الموضوع صعب عليك شوية. برضو دي حاجة برضو كويسة أنا بشوفها، لأن في أصدقائي بيشتكوا كتير جدا من حوار الاستغلال بتاع الدكاترة عندنا في مصر، إن الدكتور بيبيع الملخصات والملزمات بتاعته بفلوس، وكمان بيميز طلاب عن طلاب بين اللي بيشتروا واللي ما يشتريش الحاجات دي كلها. فدي أنا شايفها برضو ميزة كويسة جدا عندنا هنا. عشان كده نصيحتي ليك لو أنت طالب هنا في تركيا أو أنت هتيجي هنا في تركيا تدرس في تركيا، لو أنت هتبدأ التخصص بتاعك، وقت ما تيجي تبدأ التخصص بتاعك تركز مع الدكتور كويس جدا. ما تفوتش على نفسك دقيقة واحدة بس من المحاضرة بدون تركيز مع الدكتور، لأن الامتحانات بتاعت الدكاترة هنا في تركيا برضو بتيجي من الشرح بتاع الدكتور نفسه، من الأسئلة والمسائل اللي هو الدكتور بيشرحها في أثناء المحاضرة بتاعته، ما يجيبش أسئلة أو حاجات غريبة يعني. تاني حاجة طبعا وهو الاختبارات والامتحانات. احنا عندنا الاختبارات والامتحانات هنا في تركيا، طبعا احنا عندنا الدكاترة معظمهم بيكون جايب نفس الأسئلة بتاعت السنين اللي فاتت، فما بيكونش الموضوع غريب عننا كتير جدا. فعشان كده ممكن بنذاكر احيانا بعض الاسئله بتاعت السنين اللي فاتت وبنخش الامتحان نحل الاسئله دي نفسها، هي بتيجي احيانا بالنص، وكمان بنعدي ان شاء الله على طول. في طبعا دكاتره تانية بتختلف. ما هو بص، هو الفكره ان انا بحكي لك عن النظام اللي انا عشته عندي هنا في الجامعه وفي التخصص بتاعي انا برضو خاصه. تمام، ممكن النظام ده ما تعيشوش في كمان في مدن تانية في تركيا او في جامعات تانية في تركيا. ممكن النظام ده مثلا لو انت هتيجي مثلا الجامعه اللي انا فيها ممكن تعيشه، ما فيش مشكله، لكن لو في جامعات تانية ممكن النظام ده ما تعيشوش وما تواجهوش اصلا. فدي الحاجه اللي انا واجهتها في الجامعه بتاعتنا احنا هنا. طيب ده من جهه الدراسه نفسها، لكن هل الدكاتره نفسهم طيب هنا اللي بيشرحوا لنا، هل هم مثلا دكاتره اللي هم احسن حاجه وكده، وان هم مثلا ممكن تلاقيهم علماء وكده ويشرحوا مثلا ما اعرفش؟ اقول لك ان الدكاتره هنا في تركيا مش احسن حاجه خالص، لا. برضه احنا عندنا في مصر، بص هو الفكره ان في الكويس وفي الوحش، لكن احنا عندنا في مصر يعني معظم الدكاتره احسن حاجه، انما احنا هنا معظم الدكاتره اسوأ حاجه. فدي النقطه برضه بتاعت الدكاتره. طيب الجامعه، هل الجامعه برضه طيب ممكن مثلا فيها مميزات؟ هقول لك الجامعه فيها مميزات وحاجات كويسه جدا جدا جدا. من ضمنها الحاجات اللي هي بتقدمها لك الجامعه كخدمات، اللي هي مثلا زي المكتبه، زي الكتب اللي في المكتبة، زي مثلا الصالات الرياضية، زي مثلا المطعم بتاع الجامعة، زي مثلا الكافيتريات بتاعت الجامعة، زي مثلا الفعاليات بتاعت الجامعة.
المسابقات بتاعه الجامعه، الحاجات دي كلها اللي بتقدمها الجامعه دي برضو موجوده. فبص، هو المميزات اللي في الجامعه نفسها مميزات كويسه جدا 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 جدا، واهمهم وهي الاداره عندنا هنا في الجامعه. لان احنا عندنا هنا الاداره في الجامعه، انت لو انت عايز تروح الجامعه تعمل فيها اللي انت عايز تعمله، مفيش بيتاخد منك مليم واحد فقط. فانت ما عندكش في الجامعه حاجه تدفعها نهائيا غير فقط مصاريفك الجامعيه بس. لكن مثلا لو انت عايز تروح تجيب اثبات قيد تدفع مقابل مثلا فلوس، مفيش الكلام ده. حاجه مثلا خدمات انت تعملها مثلا تدفع مقابلها فلوس، مفيش الكلام ده خالص. كل حاجه بعدين بتجيلك مجانا، او اي خدمات اداريه كلها مجانا. فالنقطه الاداريه هنا في تركيا او في الجامعات التركيه نقطه مميزه وكويسه جدا جدا. وبرضو الخدمات اللي بتقدمها الجامعات التركيه خدمات كويسه جدا جدا جدا، وانا عن نفسي مبسوط من الخدمات دي جدا جدا جدا. لكن مش مبسوط من المدرسين ونظام التدريس عندهم احسن حاجه. طيب، الخدمات برضو اللي بتقدمها لك الدوله كطالب هنا في تركيا، عندك الدوله بتقدم لك الخدمات، وهي اول حاجه كارت المواصلات بتاع الطالب، تاني حاجه وهو كارت المتحف بتاع الطالب. كارت المتحف بتاع الطالب بتقدر تخش بيه المتاحف كلها الموجوده في تركيا بنسبه 99% منها مجانا وبدون اي مقابل نهائيا. كارت المواصلات بتاع الطالب برضو بتركب بيه المواصلات بسعر مخفض جدا 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 عن الكارت العادي. فده برضو مميزات وحاجات كويسه جدا. طبعا ان انت هنا بتفتح حسابات بنكيه كتير جدا على قد ما انت عايز، برضو بسهوله كبيره جدا. برضو عندك خدمات وحاجات برضو كويسه جدا كونك طالب وكده، بيتقدم لك حاجات كويسه يعني وخدمات كويسه يعني. فبرضو الخدمات الموجوده هنا برضو كويس يعني. انا شايف ان ممكن ما فيش عيوب مثلا انا كطالب مثلا بعيشها في الحياه الجامعيه نفسها، مثلا اللي هو سواء حتى في الحياه الجامعيه في الجامعه نفسها، او في الحياه الجامعيه في تركيا وفي المدينه اللي انا فيها نفسها، يعني كحياه وكده ويعني بص، يعني كخدمات وحياه وحاجات من دي انا مش مواجه اي مشكله خالص، الحمد لله. وضع كويس والدنيا كويسه. لكن انا زي ما بقول لك، هو الموضوع كله بس لو المدرسين دول يكونوا بس احسن حاجه، فاهم؟ فهيكون برضو بس هو يعني ما فيش حاجه كامله، يعني انت ما فيش اي حاجه في الدنيا دي كامله 100%. لازم لو انت هتلاقي حاجه وحشه هتلاقي قصادها برضو حاجه كويسه. برضو من المميزات وكده ان الجامعه هنا بتقدم لك اللي هو الستاج، اللي هو العمل المهني في اثناء الدراسه، فبالتالي بتاخد خبرة مهنية كمان قبل ما تتخرج. فدي حاجة برضو كويسة جدا وميزة برضو كويسة جدا. لكن العيوب بتاعتنا هنا في تركيا زي ما انا قلت لك، يعني العيوب ممكن مثلا نختصرها بره الجامعة، لان الجامعة ما فيهاش عيوب انا شايف مثلا كثيرة، او ممكن ما فيهاش عيوب اصلا الجامعة نفسها، غير زي ما قلت لك موضوع التدريس وطريقة التدريس والحاجات دي بس. لكن ممكن نختصرها في الوضع بتاع تركيا بشكل عام، الوضع الاقتصادي بتاع تركيا. ان الوضع الاقتصادي بتاع تركيا في الفترة الأخيرة بقى صعب شويتين 3 4 يعني، بسبب الأسعار اللي هي زادت عن الحد الأدنى بمراحل كبيرة جدا، وحتى زادت عن سعر الدولار بمراحل خرافية. أنا لسه صديقي بيرن عليا دلوقتي عشان احنا هنروح الجيم مع بعض وكده، فانا جيت اصور الفيديو فقلت له وهو يروح يشوف الاسعار وكده، وبعدين يكلمني ونشوف هنعمل ايه ونتفق على ايه في الموضوع بتاع الجيم. راح الجيم بيقول لي ان سعر الاشتراك بقى 1800 ليره. انا 1800 ليره ده كان من 4 شهور فاتوا اصلا كنت دافع سعر 3 شهور بال 1800 ليره دي، دلوقتي بقى سعر شهر واحد فقط. فتخيل بقى الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه ده دلوقتي. لكن انت كطالب هنا برضو، ان انت لما هتيجي تشتغل برضو في الصيف مثلا في الاجازات وكده، فالفلوس اللي انت هتشتغل بيها دي ممكن تدفع بيها مصاريف الجامعه بتاعتك، وتقضي معاك كمان شهرين 3 كده تعيش بيهم. فدي برضو حاجه برضو كويسه ان شاء الله يعني. بص، هو الارزاق برضو بايد ربنا والحاجات دي كلها، وربنا بيسهلها يعني، ما تقلقش ان شاء الله. هل تركيا طيب تستحق؟ هل تركيا تستاهل؟ بص، هو الوضع مثلا كطبيعه كتجربه ان انت تجرب مثلا الغربه نفسها برضو حاجه كويسه جدا 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 يعني، واستفاده عظيمه جدا 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 تجربه الغربه. فهل تركيا تستحق؟ يعني بص، القرار يرجع لك انت شايف تركيا مثلا، وتابعني انت وخليك متابعني في الفيديوهات وهتشوف تركيا اكتر واكتر، وبعدين قرر في الاخر تيجي تركيا دراسه او ما تجيش. يعني انت مثلا هتلاقي هنا طبيعه كويسه جدا، هتلاقي خدمات متوفره برضو كويسه الى حد ما. ممكن مثلا بعض الخدمات حتى دلوقتي برضو تشال، زي مثلا ان احنا كنا نروح المستشفى قبل كده
في العاجل فكنا نخش مجانا. دلوقتي انا بخش العاجل مثلا بيطلب مني 300 ليره دخول بس. فاهم انت الفكره؟ فهو الوضع الاقتصادي عندنا في تركيا مش احسن حاجه في الفتره الاخيره. عندنا المدرسين مش احسن حاجه برضو. عندنا في المقابل شويه خدمات كده بساط كده حلوين ممكن يريحوك شويه وتعيش بيهم هنا في تركيا. ده كل الموضوع اللي عندنا في تركيا. عندنا خضره، عندنا جمال، عندنا فسح. لكن برضو انت الفسح لو انت عايز تتفسح هنا في تركيا الموضوع مكلف بالنسبه لك هيكون في الفتره الاخيره، خاصه لان انا كان الفترات اللي فاتت والسنين اللي فاتت كان ممكن مثلا اروح اسطنبول ممكن في الشهر مرتين مثلا. ممكن اروح المدن اللي حوالينا دي والف واتفسح وادور وامشي وكده كل فتره كده كام مره كده. دلوقتي ما صعب. فاهم انت الفكره؟ لان الوضع الاقتصادي بقى صعب. انت المواصلات دلوقتي بقت ان انت تروح مواصله لمده ساعه فقط مثلا، فانت بقيت تدفع 200 ليره. لو انت هتركب مثلا مواصله توديك المدينه الثانيه مثلا، والمدينه الثانيه ممكن بعيد عنك ساعه واحده بس بره المدينه، 200 ليره مثلا. فاهم؟ رايح و200 ليره راجع في 400 ليره. فاهم انت الفكره؟ لسه مثلا بسال على ايجار العجل هنا في المكان اللي انا بصور فيه ده، بيقول لي نص ساعه ب 50 ليره. تخيل عجله نص ساعه ب 50 ليره. ف يعني الوضع، بص الوضع، هو انا بقول لك الوضع بكل صراحه، انا ما بخبيش عنك حاجه وما بحكيلكش مثلا لا الدنيا حلوه والدنيا ورديه وتعالى وهتستمتع، واول ما هتيجي الشيف براك هيستلقاك هنا وهتسلم عليه وهتروح يستقبلك في المطعم بتاعه وهيكرمك وهيبص وهيدلع. حتى البص يعني الوضع الاقتصاد لما بيأثر على الناس كلها، يعني بيأثر على الاتراك حتى نفسهم. فاهم انت الفكره؟ فعشان كده بص انا حكيت لك ده الوضع هنا في تركيا بكل صراحه وما خبيتش عنك اي حاجه. تمام؟ وشوف انت وقرر بنفسك انت، هل انت تركيا تستحق انك تجيها دراسه او لا؟ هل تركيا تستحق انك تسيب اهلك في مصر وتتغرب وكده وتيجي هنا تقعد لوحدك دراسه او لا؟ فكر. تمام؟ وربنا يقدر لك ويقدر لنا اللي فيه الخير. واشوفكم في فيديوهات تانية جاية جديد ان شاء الله. وما تنسوش برضو الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو ده وتفعيل زر الجرس وحطوا لايك على الفيديو لو اعجبكم الفيديو. وكمان استنى ارائكم في الفيديو في التعليقات، وكمان اكتبوا لي الفيديوهات اللي انتوا عايزين تشوفوها من تركيا في التعليقات في الفترة الجاية. واتمنى الفيديو يكون افادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.